السلام عليكم إخوة حبيبي. المنتخب المغربي يكتب التاريخ ويسطر تاريخ صعب على أي حد، محدش يعرف يكتب التاريخ ده إلا المنتخب المغربي. يفوز على فرنسا ويصل إلى نهائي كأس العالم للشباب عن جدارة واستحقاق، وأصبح العالم كله يخاف المغرب، يخاف ويحترم المغرب، وأصبح المغرب يسطر تاريخ في كل مرة بيلعب فيها كورة أو أي شيء. ما شاء الله على العزيمة والإصرار، ومباراة ماراثونية. وكابتن محمد وهبي بتعمل ايه الحارس الجامد العالمي اللي عمل مباراة في ركلات الجزاء عالمية، حكيم مصباح، كل الاحترام والتقدير ليك يا ابني. تصدى لكورتين وكان مؤثر، وكان السبب في الوصول الى نهائي كأس العالم. لك ان تتخيل بعد سهرة كبيرة جدا ومباراة ماراثونية حرفيا عشنا فيها كل شيء في كرة القدم، مباراة كان فيها كل الحاجات الحلوة والحاجات المخيفة في كرة القدم. وشفت لما كان الكرة رجع فيها الحكم للفار قلقنا وخوفنا وقعدنا قلقانين، قعدنا نقول يا رب، لكن الحمد لله ما كانش فيها اي حاجة. ثم تعالى نتكلم على المباراة من بدايتها الى نهايتها. 120 دقيقة، 120 دقيقة من العظمة والقوة والرجولة، 120 دقيقة من العظمة، والمنتخب المغربي يكسر أرقامه. في 2005 كان المنتخب الوحيد العربي بقى والأمازيغي زي ما انت عايز تقولها اللي وصل إلى نصف النهائي. حان الآن الوصول إلى النهائي، وبالكتيبة دي حان الآن التتويج بكأس العالم عن جدارة واستحقاق. لما نيجي نتكلم على المباراة من بدايتها، طب أنا هقول لك على لقطة مش هتاخد حقها، فيلا ندوها حقها. شفت ركلة الجزاء بتاعت ياسر زبيري اللي كان عملها بانينكا في وسط الضغط، في وسط العصبية، بتلعب ركلات جزاء على الوصول إلى النهائي. لك أن تتخيل في كل التفاصيل دي، وحضرتك تخش تعمل بانينكا وما تقلقش، ما تخافش ولا يهمك أي حاجة. فده يعرفك ان اللعيبه عندها يعني شخصيه الاسود، دولت مولودين اسود حرفيا. وشكرا كابتن محمد وهبي على التفاصيل. يتصاب عندك افضل حارس في البطوله، يانيس بيتصاب في الدقيقة 64، قلقنا وخفنا. نزل إبراهيم ما يهمهوش أي حاجة، يجي في آخر الثواني يعمل لك تغييرة تانية. تفاصيل شائكة مفيش أي حد يقدر يعملها. اللي أنا أقدر أقوله مليون مبروك لكل الشعب المغربي بعد مباراة ملحمة سطر فيها المنتخب المغربي يعني رسالة للعالم. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها حدود، كل حاجة ممكن. لكن علشان يكون الصعب سهل ويكون كل حاجة ممكنة، لازم تتعب وتشتغل على نفسك وتجتهد إلى أن تصل إلى مبتغاك. والمبتغى هنا الوصول إلى نهائي كأس العالم عن جدارة واستحقاق. حلم كان بعيد صعب الوصول، الآن أصبح حقيقة بفضل الأسود. كل الاحترام والتقدير للأسود لأنهم يستاهلوا حرفيا الاحترام. على الجانب الثاني قبل بقى ما نفكر في كل حاجة، أقول لك المنتخب ده لازم يتوج بكأس العالم. المنتخب اللي تعب من أول مباراة وتأهل من المجموعة النارية، المجموعة اللي كل الناس قالت لك عليها مجموعة الموت. هتعمل ايه مع البرازيل؟ هتعمل ايه مع اسبانيا؟ هتعمل ايه مع ولا يفرق عنده يا حبيبي، ولا يفرق عنده. أمريكا تفاجئك يكسبها، فرنسا تلعب مباراة بعض الأوقات عملت مباراة كويسة وفاجئتنا بطريقة مفيش مشكلة. النهاردة انت بتبدأ أول ربع ساعة انت اللي ضاغط وانت اللي شغال وانت اللي بتشتغل من على الاطراف، وحرفيا عثمان معمى، زبيري، جاسم، كل اللعيبه علشان ما ننساش حد، والله كلهم كانوا رجاله ويستحقوا الانجاز والوصول الى كأس العالم. اخواتي وحبايبي، سلام.